السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الأضحى. والنهاردة أنا جايبة لكم وصفة بتتعمل في العيد وهي طاجن العكاوي. زي ما انتم ما شايفين كده حلو قوي وطعمه جميل واللحمة دايبة في الخضار، بجد كده حاجة هايلة. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا مستنية اللايك للفيديو وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، ونبدأ وصفتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده أنا حطيت معلقة من السمنة، ويا ريت تبقى سمنة بلدي، وحطيت مستكة وبدأت ان انا احط اللحمة بتاعتي زي ما انتم ما شايفين كده عشان تاخد تشويحة وتدي معايا لون في الطاجن حلو. وكمان لما بتاخد نص سوا بيساعد ان عندي اللحمة تستوي على طول والطاجن بتاعي التست بتاعه يبقى عالي. زي ما انتم ما شايفين كده هبقى اقلب اللحمه وابدا احط كده ورق الغار، وعندي كمان البهارات بتاعتي، حبهان، كباب الصيني، قرنفل، واحط بقى معلقه من الفلفل الاسود وابدا اقلب. اول ما تاخد اللون ده معايا انزل بالميه المغليه على اللحمه، تمام كده، عشان تاخد السوا بتاعي. ولازم تبقى ميه مغليه يا جماعه، مش ميه دافيه، ميه مغليه. ابدا بقى اشيل الريم اللي هيطلع من اللحمه بتاعتي، واكون محضره بقى الخضار اللي انتوا شايفينه ده، بصل وطماطم وجزر وكرات وتوم، وابدا اقلب كده عشان تغلي معايا. واول ما تغلي اول غلوه اروح موطيه عليها عشان تاخد سواها براحتها. بحضر الطاجن بتاعنا، بحط بصلتين كبار كده مقطعهم زي ما انتم ما شايفين، وابدا اشوحهم في شويه زيت عشان بقى الطاجن بتاعي ما يبقاش تقيل. واروح حاطه معايا نص معلقه من الثوم، وابدا برضو اقلب لغايه ما البصل بتاعي يدبل زي ما انتم ما شايفين. واكون محضره الخضار بتاعي، الفلفل الوان كله احمر، اخضر، اصفر، وابدا كمان انزل عليهم بكوبايه عصير طماطم، وابدا اقلب زي ما انتم ما شايفين كده ياخد معايا اللون الهايل ده. ابدا احط بقى الفلفل والملح بتاعي والسبع بهارات، وابدا اقلب زي ما انتم ما شايفين كده الخضار كده، اقلبه مع التوابل، واخلي بالي برضو من تست الملح بتاعي عشان ما احدقش الاكل كله. ابدا كده بقى احط في الاخر كده رشه جوز الطيب عشان تديلي كده ريحه حلوه للاكل وتعلي برضو من تست الطاجن بتاعي. هبدا اقلبهم كده واكون محضره الطاجن بتاعي، احط فيه طبعا الخضار بتاعي اللي هو احنا عملناه مع بعض. ابدا اهو احط الاول طبقه، وابدا اللحمه طالعه، بصوا يا جماعه لونها هايل. ابدا بقى ارص الطاجن بتاعي بالعكاوي، وابدا ارصها كده كلها. هنا ممكن نحط الخضار اللي انتوا عايزينه، لو انت عايزه تحطي، انا حطيت هنا بطاطس، عايزه تحطي براحتك، مش حابه برضو براحتك. انا هنا عشان البطاطس عندي ما تبقاش ولا مهريه ولا مش مستويه، حطيتها في ميه مغليه وطلعتها على طول. وهبدا بقى بالبقيه البصل والخضار بتاعي، هبدأ برضو احطه فوق البطاطس عشان يدي للبطاطس لون حلو كده. بجد جربوها يا جماعة، طعمها حلو قوي وريحتها فعلا تحفة. وكمان كلنا بنبقى متجمعين بقى، فرصة ان احنا كلنا ناكل حاجة كده حلوة مع بعض اهو زي ما انتم ما شايفين كده. وابدا بقى اكون محضره بصل حلقات، اقطعه واحطه على وش الطاجن كده، وبرده طماطم حلقات، وعندي فلفل برضو اخضر واصفر واحمر زي ما انتم ما شايفين كده. هبدا احط البصل بتاعي والفلفل اهو، وببدا برضو احط الطاجن بتاعي عشان اخلي لونه كده حلو. بحط الفلفل زي ما انتم ما شايفين بالمنظر ده، ابدا احطه. على فكره يا جماعه بجد بتبقى اكله حلوه قوي، وطاجن مع شويه رز بالشعريه، بجد حاجه كده مع الخضار حاجه حلوه قوي قوي قوي. خلاص انا كده هبدا بقى احط شرايح الطماطم بتاعتي في الاخر اهو. بجد لونه الالوان كلها عامله شكل حلو قوي للطاجن. هبدا بقى احط، عايزه تحطي كبشه من الشوربه براحتك، مش عايزه برضو براحتك، لان انا عندي كده كده الخضار هينزل من الميه اللي هتساعد عندي في السوا. وبعد كده هغطي الطاجن زي ما انتم ما شايفين كده بورق فويل عشان احطه على درجه حراره 180 عشان ياخد سوا براحته خالص اهو. ببدا اقفل كده وادخله الفرن اهو. كده الشكل النهائي، دي شكلها النهائي يا جماعه، بجد تحفه تحفه تحفه، وطعمها وريحتها حاجه كده حكايه اهو. بصوا يا جماعه اللحمه بجد هتلاقوها دايبه،
يعني اللحمة هتلاقوها دايبة مع الخضار يعني حاجة كده ملهاش وصف. عايزة اوريكم بقى اللحمة عاملة ازاي. بصوا يا جماعة اهو دايبة بجد، دايبة بتتقطع على طول معاكي. اتمنى ان يكون الفيديو بتاعي عجبكم، جربوها في العيد ومستنية تعليقاتكم، واستنوني الفيديو الجاي مع وصفة واكلة مع سمسمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.